اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ أول حاجة هعملها هعلق الدماسة علشان الدماسة خلصانة فوق من التلاجة. وطبعا دايما أحبها تكون موجودة في أي وقت عايزين فول نلاقي. بلت شوية فول من امبارح وجيت دلوقتي أحصر عليهم نص ليمونة ومعلقة كركم ومعلقة كبيرة عدس علشان نعمل أحلى فول مدمس إن شاء الله. لما أنا كنت هولع عليها النهاردة فقلت خلاص بالمرة إذا كان هعمل فيديو يبقى إيه، نوري المتابعين عشان لو انتوا مش بتعملوا فول في البيت نشجع بعض وكلنا نعمل فول في البيت. الدماسة دي بتقعد عندي ممكن اسبوع ممكن 10 ايام، بس في وسط الايام لازم اغليها مرة او اتنين وتقعد على الرف، مفيش مشاكل. هتطول عن كده احطها في اكياس في الفريزر ولا اي مشكلة، ناكل احلى فول وبأقل التكاليف. هعمل ايه تاني؟ الطبخ النهاردة بقى معلقة سمن كبيرة ومعلقتين 3 زيت. وانا هقول لكم بقى، انا بعمل الاكل اللي احنا بنحبه وبصوره معاكم. لكن هنا غسلت اللحمة وهنزل بيها على طول، نص كيلو لحمة. يا رب اللحمة لما تبقى طالعة من الفريزر غير ما تبقى لسه جاية دلوقتي من عند الجزار. ماشي. فهنا البدنجان ده هسلقه، هعمل بامية وهعمل ملوخية، يبقى هعمل بدنجان زي ما متعودين تشوفوا معايا، واكيد ناس كتيرة كده كمان. فالبدنجان حجمه كبير، ما لقيتش صغير عادي زي ما عملنا قبل كده نقسم البدنجانة اتنين بعد ما تستوي. ما اقسمهاش وهي نية علشان ما تشربش في المية وتبقى كلها مية. ماشي. هنا هشوح اللحمة شوية، كل شوية اديها تقليبة وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فزي اكمل اللي كنت هقوله الاول، ان انا ايه، بعمل الطبخ اللي احنا بنحبه وبصور وانزل معاكم. هننزل ببصلايه كبيره مبشوره او معموله بالسكينه قطع صغيره، مش مشكله، المهم انها بصلايه متقطعه قطع صغيره وخلاص. لو انتوا مش حابين الاكلات دي قولولي في الفيديوهات مثلا ايه، لا مثلا اللي انتوا حابينه مني انا قولولي يا ام احمد اعملي لنا كذا، صوري لنا كذا. إيه كده يعني، شاركوني رايكم، قولولي انتوا محتاجين تشوفوا اي اكلات مني ولا كده زي ما انا ماشيه اديني ماشيه. الاكله اللي دلنا فتره ما عملناهاش بعملها. هننزل بتلات اربع فصوص توم سلام زي ما هما، واحدتين او 3 شطة. اذا كان باردة خلاص مفيش مشاكل نحط شطة، ناخد النكهة والطعم. ماشي. مش بس كده، كنت عايزة اقول لكم المعلومة دي علشان خاطر ايه، لو انتوا مثلا ايه عايزين حاجة معينة مني تقولولي. ماشي. وهنا صفيت عملت الطماطم في الخلاط ولازم نصفيها زي ما احنا متعودين. حابين تحطوا صلصة ماشي، مش حابين خلاص. البهارات اللي تحبوها ننزل بها على التسبيكة الحلوة دي على طول. انا حطيت فلفل وكزبرة ومكعب بنجر اهو علشان خاطر يخلي ايه، الصلصة طعمها حلو. و يعني الطعم يعني بص هو مش بيبقى ايه الطعم ظاهر قوي، لكن بيبقى اللون جميل بتاعها. ماشي. ولو ما حطيناش مكعب البنجر والطماطم تكون حمرا زي ما انتوا شايفينها كده عادي مفيش مشاكل، هنهدي عليها وتتسبك وهيبقى اللون جميل وتحفة ان شاء الله. هنا نمسح الحلة كمان علشان تبقى الحلة بتاعتنا نظيفة وحلوة. في حاجة طرطشت على البوتاجاز ننضفها كمان. بس كده نكمل الطبخ عادي مفيش اي مشاكل. بس وخلاص انا كنت حابة احكي معاكم واقول لكم. وزي ما بتقولوا لي بجد يعني، هنا كل شوية اقلبها، محتاجة تتزود مية ازود، مش محتاجة خلاص. هنا بصوا البامية دي هقول لكم على سعرها دلوقتي. البامية دي في انواع بامية موجودة في السوق، في ب70 جنيه وفي ب60 وفي ب30 جنيه. البامية دي انا جايباها من اللي هي بتتباع ب30 جنيه. انا لما بروح السوق بدري الساعة 8، فطبعا بتبقى لسه الحاجة زي ما هي ما اتباعتش، بيبقى يا دوبك الناس هتبدأ تروح السوق. فالبامية اللي هي ب30 جنيه بنجي منها اصغر واحد فيها. مش لازم ان انا تبقى البامية غالية واروح جايباها في الوقت ده حجم صغير ب70 جنيه، لا عادي. المهم ان هي بامية وخلاص، كبير صغير مش مشكلة. ماشي. فالبامية انا جبت كيلو الا ربع من حساب 30 جنيه. خلاص نجي أصغر يعني على الحجم ده كان في اكبر منه بكتير، انا نجيت الصغيرين فيهم. هنا حمرت شوية شعرية
وغسلت شوية رز ونزلت بالرز على الشعرية وخلاص. بس كده. لكن البامية لسه سعرها اللي هي حجمها صغير خالص، وعلى فكرة حتى لو كانت رخيصة انا ما بحبش البامية اللي تكون صغيرة خالص، انا احبها اصغر من اللي شفتها معايا دي بشوية. لكن الصغيرة خالص اللي زي سنتي دي اقل لا ما بحبهاش، ده مش بتبقى متشربة في الدمعة كده واحس ان هي ناشفة يعني. بس وخلاص. فاحنا النهارده سألت البيت اهل البيت هتاكلوا ايه خضار، قالوا هاتي بامية هاتي بسلة اي حاجة. خلاص اللي لقيته قدامي وسعره كويس جبت. كان في شوربة زي ما انتوا عارفين دايما ان انا بشيل شوربة في الفريزر لما تكون فايضة معايا. هنفعت دلوقتي انا شوحت اللحمة مع البصل ونزلت عليها بالطماطم، عملت الشوربة. طلعت كيس شوربة من الفريزر فك وعملت منه الرز. كنت هعمل اي نوع شوربة تاني، فرحت قلت لا احنا هعمل ملوخية عشان تبقى اكلة كده جميلة وحلوة. فرحت كمان جبت ملوخية، كمان الملوخية البلدي نزلت السوق وبقى سعرها حلو، الكيلو ب20 جنيه، يعني النص كيلو ب10 جنيه، قد الكيلو اللي احنا كنا بنجيبه زمان ب30 جنيه وب40 جنيه. الملوخية دي بتبقى مزروعة مع الخيار، فالست اللي في الفلاحين يعني كانوا جايبينها، فهو كده يعني. بس هنا بقت ايه، الرز اتشرب واديله تجليبة، وحسيت ان هو لسه ني شوية سبته زي ما هو على النار. يا رب. وزي بقت ايه لما انا مش يعني امبارح ما نزلتش فيديوهات ما عملتش حاجه، كان عندنا اكل من اول امبارح فايت سخنته وعملت حاجه بسيطه كده جرو وخلاص، اللي هو ايه يعني حمرت بطاطس كده، يعني عملت طبق سلطه وخلاص. فايه اليوم بقت هنا كنت عملت توم، مش كله ده توم خالص، ده حوالي كام فص توم بس، والباقي كله ده فلفل اخضر مع فلفل احمر مع الكزبره، لسه هحط دلوقتي كزبره وكمون وخل والكلام ده. لما اكون بعمل بدنجان مخلل مش بزود فيه التوم خالص نهائي، يا دوبك ريحه بس وطعم وخلاص، عشان يبقى هادي كده وخفيف ونكلنا منه ما نتعبش. ماشي. فلما نزلتش فيديو امبارح صحيح يعني زي ما بتقولي لي في الكومنتات لما مش بتنزل يوم بتوحشنا فعلا، وانتوا بجد والله العظيم وحشتوني بجد، يعني بتوحشني كومنتاتكم. ببقى قاعده كده اتفرج واقول سبحان الله، في حقيقي يعني كأن بقى لي اصحاب بالظبط والله. إيه، بقيتوا صحابي بجد يعني. لما بعد يوم ما نزلش بتوحشني الكومنتات وكده، يعني انتوا فاهمين قصدي. بس كده البدنجان زي ما انتوا كلكم شطار وعارفين ومتعودين ان انا ايه عملته بالشكل ده. وفي الاخر حطيت نص ليمونة كمان، وبقى طبق بدنجان حلو وجميل جنب الاكل اهو. بس كده عملت غدا النهارده وبكره ان شاء الله، ان شاء الله يعني. وهنا كان الاكل خلص وكانت الدماسه بتاعتي استوت كمان، يعني قاعد لها يعني سبتها بعد ما وريتها لكم كده حوالي 10 دقايق، زودتها ميه سخنه، بصوا لونها اصفر وجميل وحلو ازاي، وكده مستويه. سبتها حوالي 10 دقايق تاني بعد ما زودتها غلط، ورحت طفيت عليها وخلاص كده الدماسه جهزت معانا وبقت حلوه وجميل. ما تخلوش الفول يطرطش معاكوا على الدماسه وانتم معلقين عليها، عشان تفضل للاخر الدماسه نظيفه وحلوه زي ما هي اهي. ما نزودش الميه في الدماسه علشان خاطر ما تغليش وتطرطش بره وتبهدل البوتاجاز، وهي كمان ما تبقاش نظيفه، وانتوا اللي هتتعبوا في الاخر عقبال ما تنضفوها في الغسيل. نخلي دايما الميه قليله، ولما نزودها نزود ميه سخنه. بس كده. هنا معلقة توم، وهبدأ ان انا اعمل الجدحة للملوخية. وما ننساش مع التومة كزبرة ناشفة، اهم حاجة دي بجد بتخلي طعم الملوخية زي العسل. ولو في كزبرة خضرة حوالي ناخد عودين كزبرة خضرة ونخرطهم مع الملوخية، بتكون جميلة برضو وحلوة. يا رب. هنا بقت انا هعمل الملوخيه زي يومي، انزل على على التومه كده بالشوربه على طول، وانزل بالملوخيه، ولا طاسه ولا طبق ولا اي حاجه، وبتكون طعمها حلو وجميل خالص. حسيت ان الشوربه عايزه تتصفى، رحت جبت المصفى وصفيتها كمان علشان نحوش منها. بصوا الحاجات دي مش هتخلي طعم الاكل حلو، ومتبقاش ايه الاكل كده رايق كده وجميل.
اول ما احس ان هي خلاص هتغلي اروح نازله بالملوخيه. هنا الملوخيه كانت كتيره شويه معايا، بصوا هدول نص كيلو ما شاء الله عليه ب10 جنيه. عملت منه ملوخيه كتيره وباقي شويه كمان. الشويه اللي قاعدين دول احط عليهم كبشه شوربه وادوبهم كده واروح حطاهم في كيس في الفريزر. في اي وقت ممكن اعملهم طبق واحد. وهنا لما كمان ايوه كلها ورق بقت وحلوه، غسلتها وخليتها تصفت من الميه وبدات ان انا انقي فيها. كلها ورق كده وحلوه، فتلاقوها سمكه تجيل وحلوه. ممكن يعني ممكن منها ربع كيلو يكفي كمان. يا دوبك الملوخية تبدأ تغلي هديت البوتاجاز علشان خاطر الملوخية لها طيبان برضو، اي نعم هي ما تغليش على النار لكن لها سوا. يا دوبك قبل ما تقلب كده نروح طافين عليها على طول. بس خلص الاكل على طول الحمد لله. وخلاص بدأت اغرف معاكم اهو. اتغدينا وبعد الغدا صليت العصر وبعد كده شفت حال البيت بقى، غسلت المواعين. بصوا بقت هقول لكم الباميه اهي بعد ما استوت وبقت حلوه رحت خدتها بالحله بتاعتها وحطيتها تحت الشوايه حوالي 5 دقايق. عملت اللون الجميل ده. قلت عادي مش معنى ان هي في حله مش هتخش الفرن، والله لا دخلها الفرن. فتحت لها الشوايه يا دوبك ما فيش وبقت باللون ده. ويا رب الفيديو يكون النهارده عجبكم، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ولايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.